ازيكم عاملين ايه؟ السوشيال ميديا دلوقتي بقى عامل مشكلة كبيرة جدا لناس كتير جدا. ناس بتيجي وتسألني وتقول لي احنا ساعات نقعد نسمع في فيديوز لناس زينا كوتشز او لناس تانية عندهم خبرة او ناس بتطلع تتكلم على السوشيال ميديا. في ناس تقول لنا اعملوا كذا وفي ناس تقول لنا اعملوا كذا. انا بيكون عندي رد واحد: اعمل اللي انت شايفه هيريحك، اعمل اللي انت شايفه هيساعدك فعلا. السوشيال ميديا بقى مجاله واسع جدا، وكتير من الكوتشز او كتير من الناس اللي بتطلع تتكلم غالبا بتكون بتتكلم من وجهة نظرها وبناء عن تجاربها الشخصية او تجارب الناس اللي حواليها كلها. فما ينفعش ان حاجة بتكون اتطبقت على ناس تطبق على كل الناس. يعني في الفيوز اللي بتبقى جاية على اي فيديو بيعمل فيوز كتير ب2 مليون و3 مليون او whatever الوفات او اول ايا كان، اكيد مش الناس كلها زي بعضها، واكيد مش كل الناس هتسمع المعلومة او هتسمع الحاجة وتنفذها، او حتى لو نفذتها هتظبط معاها. يعني انا ممكن يكون عندي مشكلة اتصرفت فيها بشكل معين فطلع بدي خبرتي للناس، يجي حد يكون بيسمعني يكون عنده نفس المشكلة يطبق نفس الفكرة تفشل معاه والموضوع يبوظ خالص. هنا المشكلة، هنا لازم ادي عقلي لنفسي، ما اديش عقلي للسوشيال ميديا. مش اي حاجة بتتقال على السوشيال ميديا ينفع تتنفذ. انا كتير وانا فاتحة السوشيال ميديا بلاقي فعلا كلام متناقض. ليه؟ الكلام بيكون كل شخص مننا اتعلم او كان عنده خبرة معينة في الحياة او خد خبرة من اللي حواليه او اشتغل في مجال الكوتشنج، بيرجع يقول ايه انا الحالة دي بنعمل فيها كذا، الحالة دي بنعمل فيها كذا. خالص. انت لو فتحت 2 وسألتهم، انت لو رحت ل2 كوتشز او 2 على السوشيال ميديا من الناس اللي هي كلامها يعني مثقول بالخبرة وبالعلم وسألتهم نفس السؤال، كل واحد هيجاوب إجابة مختلفة. يبقى المشكلة مش في الناس اللي احنا بنتكلم او اللي احنا بنسمعهم، المشكلة الأساسية بتبقى عندك انت هتستقبل ده ازاي؟ انت هتقوم واخد الكلام ورايح تنفذه عمياني خالص، ولا هتقعد تفكر فيه شوية، ولا هتشوف المناسب ليك ولظروفك؟ ممكن في واحد مثلا يجي يقولك انت لو متضايق من شغلك اعتزل، الجملة الشهيرة بتاعت اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما يؤذيك فسيب شغلك. طب احنا في الظروف دلوقتي او في اي ظروف يعني مش سهل ان الواحد يسيب شغله، يسيب كاريره، يسيب مكان تعب فيه، يسيب حياته كلها ومش عارف هو رايح فين. فممكن تلاقي واحد على السوشيال ميديا يقولك غامر وحاول والمجازفة ودوس واعمل وعافر وسيب شغلك القديم مثلا ودور على شغل جديد. يجي واحد تاني يقولك لا، أمن نفسك الأول، ما تدورش على شغل جديد إلا ما تخلص القديم. انت هتسمع كلام مين فيهم؟